بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة منيا كوزين. ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نديروا خبز الزبيب ولا خبز الزبيب والبيض ولا خبز العيد، كل واحد وكيفاش يسميه. حنايا لازم يكون هذا الخبز ليلة العيد ولا في ليلة 27 لازم يكون هذا الخبز. يخرج صدقة، يخرج كما تحبي، يديروه على حسب افراد العائلة. كان يديروا بزياده باه يصدقوا، يديروا صدقه للدراري ولا للاطفال برا، وكل واحد واش الاخر. بصح لازم يكون في الدار هذا خبز العيد في مازونه. كل بيت تصيبوا دايرين خبز بالزبيب والبيض. نبداو على بركه الله. عندي كاس ماء، كاس حليب يكونوا دافين، ربع كاس تاع الزيت، حبه تاع البيض، وكاس تاع فرينه، شوي مغرف كبيره تاع سكر ومغرف كبيره تاع خميره الخبز. نخلطوهم جيدا جدا، نخليهم يختمروا واحد ربع ساعه 20 دقيقه. نعاود نرجع ليهم. شوفوا اختمر ضعف الحجم تاعهم. نضيف لهم الفرينه، وما نساوش بطبيعه الحال الملح. شوفوا نضيف الفرينه. هنايا درت 5 كيسان تاع فرينه، 5 كيسان فرينه. فوالا ضفت لهم الملح، هنا نقلع الفوي ونبدا نخلط بيدي. نخلط، شوفوا هكا نخلطو كي شغل نضربها جيدا. هنا كي شغل ما هي خبز، ما هو بريوش، ما هو تجي خفيفه وكما نقولوا حنايا قطنيه من الداخل، تجي رائعه. هنا درت 5 كيسان فرينه بالضبط. الكاس الخامس خليت منه غير شويه. فوالا تالي لا خلوها جاريه، خلوها تتلاصق في اليد. فوالا بهذه الطريقه. قلت كاس ماء، كاس حليب يكونوا دافيين، مغرف كبيره تاع خميره الخبز، مغرف كبيره تاع سكر، حبه بيض، ربع كاس تاع الزيت، وكاس تاع فرينه. خليهم يختمروا. بعد اللي يختمروا نرجع نضيف الفرينه. ضفت 5 كيسان ناقصه شويه. ضفت الملح بطبيعه الحال. شوفوا ها الكاس الخامس خليت منه شويه. نقعد نضرب فيها حتى نشوفها باللي صايره هي لينه في يدي. نغطيها نخليها تختمر، نعاود نرجع ليها. بعد اللي تختمر نعاود نضربها، ندير يدي في شويه ما دافي ونعاود نضربها للمره الثانيه، ونعاود نخليها تختمر، ونعاود ندير نفس العمليه للمره الثالثه. من بعد المره الثالثه نخليها تختمر جيدا، ومن بعد نقطعها. فوالا كل ما تخليها تختمر كل ما تجيك خفيفه وتجيك هشيشه وتجيك شابه بالبزاف. هنايا شوفوا المره الثالثه خليتها اختمرت جيدا. هنايا نجيب الزيت، عندي الزبيب راني غاسلاته ومنقياته. شوفوا نقطع ندير يدي في الزيت ونقطع، ندير الزبيب في الوسط ونلم عليه العجينه بهذه الطريقه. فوالا هنايا درت بهذا الحجم، بهذا 5 كيسان تاع فرينه داروا لي 5 خبزات تاع كسره بالزبيب. فوالا بهذه الطريقه نلمها جيدا ونحطها، ومن بعد نخبزها شويه. وراني مغليه البيض، خليته يبرد، نغليه ونخليه يبرد شويه. ومن بعد نشوفوا من بعد اللي خبزت نجيب البيض تاعي نغرزه في وسط الخبزه نتاعي تاع الكسره. حاجه سهله وتجي بنينه، وتقاليدنا وعاداتنا ما نتركوهمش، نخلوهم لولادنا به العادات والتقاليد تاعنا ما ينتركوش، ما يتنساوش، يقعدوا لنا لولاد ولادنا ان شاء الله باذن الله. هنايا من بعد اللي خليتها اختمرت جيدا، شوفوا درت عليها شويه جلجلان وشويه الزريعه تاع الخشخاش. راني محميه الفرن على 200 درجه، نحميه جيدا، دخلها للفرن الطيب. شوفوا تخرج حمراء من الفوق ومن تحت. هذه هي خبزنا، خبز العيد، ريحه العيد. ان شاء الله كل عام وانتم بالف الف الف خير.